بصراحه يا باشمهندس انا بعد نزلت البول حاسس ان مساحته كويسه جدا، مش محتاج يكبر. لا الفي ار ده واقعي جدا. الفي ار هيساعدك تتخيل كل حاجه في ديزاين البيت وتجربها بنفسك. كام بوصه التلفزيون ده يا باشمهندس؟ 65 يا بقى. طب خليه 70 بقى. حتى لو محتار في نوع الارضيه مثلا، لون قماش الكنبه، شكل كرسي السفره، وكمان هيخليك تحس بمساحه المكان الحقيقيه. تصدق وانا ماشي في الحمام يا باشمهندس مش حاسس ان هو ضيق خالص، مساحته كويسه. وتجرب اضاءه المكان بنفسك، وممكن تقيس بنفسك اي مكان انت عايزه وتشيل اي حاجه من مكانها وتحطها في مكان تاني. ممكن تقرب براحتك من غير ما الصوره تبكسل وتشوف كل التفاصيل وتاخد سكرين شوتس زي ما انت عايز، وتقدر تحس بالارتفاع الحقيقي بعد التشطيب وتشوف العلاقات كلها، الطرقه مع الريسبشن والمطبخ، تتمشى في الجاردن براحتك وتشوف الفيلا الصبح وبالليل، وجرب بقى اي حاجه انت عايزها. وده هيقلل من الخلافات اللي ممكن تحصل بينك وبين الديزاينر ويخلي الاتفاق بينكم اسهل بكتير. ولو انت مسافر هات لك في ار وجرب الديزاين براحتك زي ما انت عايز من اي بلد انت قاعد فيه. طبعا انت دلوقتي بتقول لنفسك حلو موضوع الفي ار ده، بس اكيد غالي جدا وبياخد وقت كتير وانت مستعجل. عايز اقول لك بقى ان الفي ار عند حازم منصور ملوش اي اكسترا كوست، وبياخد نفس الوقت اللي بياخده 3 دي ديزاين العادي وبيتحول لفي ار في 10 دقائق بس. ده حازم منصور، شركه بقى لها اكتر من 10 سنين في مصر والسعوديه، بيشتغل مع شركات كتير مالتي ناشونال زي بروكتر اند جامبل، هينكل، يونيليفر في الاندستريال فيد والفاسيلتي مانجمنت، واشتغل في الكونستراكشن مع ديفلوبرز كبار زي ماونتن فيو، تيرنكي بروجكتس، ودلوقتي بيطور الانتيريور ديزاين وبيضيف تكنولوجي الفي ار. قول لي بقى سبب واحد يخليك ما تستخدمش الفي ار في الديزاين بتاعك. معلومه من المعمل.